السلام عليكم يا جماعه. النهارده هنعمل سندوتشات الشاورما لان بنتي طلبتها من بره، لقت الواحد ب40 جنيه. فقالت لي يوم عايزه 80 جنيه عشان عندي سندوتشين عشان بحبه فينا. قلت لها لا يا حبيبتي هاتي 80 جنيه وانا اعملهم لك. عندي نص صدر فراخ في التلاجة، طلعته قطعته كده شرايح. عندي 7 بهارات وعليهم معلقه كاري ومعلقه كركم وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا مدخنه. وقلبتهم كلهم بعضهم كده، ونص معلقه ملح كده صغيره، شويه فلفل اسمر. بقلب كل كده الفراخ كلها فيها كده، مقطعاها كده زي شرايح كده زي شرايح الشاورما، ومعلقه مستردة. عشان السندوتشين ام 80 جنيه دول، انا هعمل لها اكتر من 2 كمان. 3 معالق زيت، معلقتين خل، تبلتهم كده كده. صدر الفراخ ما بيحتاجش تتبيله، يعني تسيبيه في تتبيله كتير. هو بيشرب من اقل حاجه لان هو مش دسم. فتسيبيه كده على جنب كده. وجبت بصلتين قطعتهم كده شرايح شرايح كده رفيعه، ولو لقيتش حاجه لازقه ببعضيها فسخاها من بعضيها كده. قطعتهم شرايح كلها او سلقتهم من بعضيهم كده. وعندي فلفل الوان وفلفل حار بس. وفينو طبعا عندي فينو في الفريزر، او ما عندكيش ابعتي هاتي من الفرن. سهله جدا، بس انا عندي على طول في الفريزر. المهم جبت مع مكعبين زبده حطهم في الطاسه، ونزلت نص صدر الفرخ، نص صدر فرخ، يعني اقل من، يعني قولي ربع كيلو كده. وقلبتهم. بس طبعا حاجه نضيفه في البيت، سندوتشات تاكل لما تشبع فيها، مش تجيب 2 كده فيهم كلهم بصل. تبقى تجيب الاكل من بره كله كده فيه كل، يعني كل 5 6 بصلات حته فرخه قد كده صغننه. لو انت هتعمليه في البيت حاجه نظيفه طبعا. وتحمري الفراخ في الزبده كده، طبعا ما تحطش ملح لان هي متبله. شوحيها وبعدين انزلي بالبصل عليهم، شوحي فيهم كده لحد ما البصل تدبل معاكي، عشان البصل ما تبقاش نيه وتحس ان هي تاكل بصل. لحد ما الكميه اللي هي الكبيره دي تبقى نصها. قلبي فيها كويس عشان تشرب من بعضيها. طبعا انت مظبطاها في الملح والتوابل، فما تحطيش اي حاجه تانية زياده عليها. حتى بصي كركم والكاري ومعلقه المستردة خلوا البصله صفرة زيها. شكلها وطعمها خطير بقى، الى ريحتها تحفه تحفه تحفه. بصي الدبلت كلها استوت بعضيها. وبعدين حطيت فلفل الوان، الفلفل ده حطوه في الاخر. طبعا لو عندك انت فلفل رومي قطعي، عندك قطيه خدي ما تحطيش السائل اللي جواها، خدي السمك اللحم بتاعها بس عشان ما تطرالكيش. بس انت بتحبش القطه الطماطم عامه في السندوتشات، فانا بحط فلفل الالوان الاحمر ده بيخليها منظرها حلو. وجزر بقى مخلل كده قطعته شرايح صغننه خالص كده، خلاها مزه وخلاها جميله جدا، خلاها في حته تانية. جزر اللي هو المخلل ده قطعت شرايح صغننه وحمرت جنبيهم بطاطس. هجيب الفين واعمل لها سندوتشات ام 80 جنيه، سندوتشين ب 80 جنيه. انا خدت 80 جنيه من باباها ودخلت عملتهم لها. مش عملت لها بقى 2 وبعت لهم الاتنين التانيين كمان. انا قمت بقى عملت بالليل في المطبخ. مش انتي وفرت الدليفري وتعبتي تاخدي بقى، خدت منهم 160 جنيه، سندوتشين باباها وسندوتشين هي. واحد لو فتح مطعم احسن. بصي عملت لهم 4 مش و4 مليانين. بصي 4 سندوتشات وطبق بطاطس وعليه كاتشب ومايونيز بالهنا والشفا. ولوس لحد هنا اعملي لايك واعملي اشتراك للقناه. اوعوا تنسوا يا جماعه.